السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نحاول نتطرق لواحد الموضوع اللي راه مهم جدا ومنتشر كثير على برا مواقع التواصل الاجتماعي، متعلق تحديدا باعتقال العديد من المواطنين والنشطاء وباختلاف مكانتهم الاجتماعية وباختلاف نشاطهم. المهم اللي الناس اللي راهي تتناقل في الموضوع والناس اللي راهي تتكلم عن الموضوع يتكلموا عليه من ناحية واحدة: من يندد بالاعتقال وباعتقال هؤلاء الإخوة وهؤلاء النشطاء، وآخر متشفي. المتشفي أنا لا أتكلم عليه لأنه لا ناقة له ولا جمل أولا، ثانيا لأنه يتخذ موقفه وفق إيديولوجية، وفق فكرة ينتمي إليها. فأنا هنا لا أتحدث عن ما يسمى بالتيار السلفي السلطوي أو التيار القبوري أو المواطن المؤدلج. لا أتكلم عن هؤلاء لأنهم هؤلاء في الحقيقة يخدمون مخرجات السلطة. أي واحد عنده حكم مسبق ويطبل لما تقوم به السلطة، هذا في الحقيقة لا يحتاج أن نناقش. أنا أناقش من يصنع القرار وكيف يصنع القرار ولماذا الابتعاد عن حيثيات الحقيقية لهذه الاعتقالات. طبعا الاعتقالات فيها العديد من المواطنين، على رأسهم الناشط والمواطن معروف بنشاطه الخيري، وهو تاجر وكان طالب في كلية الأصول الدين في خروبة، وإنسان ناشط وما شاء الله حافظ كتاب الله ولديه العديد من النشاطات والأعمال الخيرية، وكذلك عنده رأي في جانبه السياسي وفي جانب الحياتي وهكذا. هو عبد السميع يوسف. كذلك فيه سمير علي التركي، باحث في التاريخ وخاصة في التاريخ الإسلامي. فيه أبو إسلام منير، باحث متميز وكاتب راقي جدا ومعروف عنه يعني بحثه وهكذا وأبحاثه وكتاباته ومنشوراته. والمواطنين الذي لا أعرفهم فيه أيضا إمام مسجد معروف في البليدة. فيه العديد من المواطنين، لأن بعض الإحصائيات تقول حوالي 120 إلى 150 حتى 200 مواطن معتقل. لماذا يعتقل؟ في إطار ما بعد تفجيرات البليدة وما قبلها، لأنه تفجيرات أو التفجير الانتحاري الذي وقع في البليدة الذي تزامن مع زيارة بابا الفاتيكان، الذي في الحقيقة السلطة قامت أو أعطت تعليمات لكي يكون تعتيم إعلامي، وخرجت بعض الهواة وبعض الأبواق الذين يأتمرون بأوامر السلطة، خرجوا قالوا لا، هذه قرعة غاز، هذا اصطدام، هذا كذا كذا. ولكن أنا أنزل هذا القاع لأنه الحقيقة واضحة والأمور واضحة، ولكن السلطة تعمدت أنها تعطي ربما بعض الرسائل خاصة في التي تزامنت مع زيارة البابا الفاتيكان. والحقيقة أن الذي قام بالتفجيرات هما شباب وأناس متشبعون بالفكر المتطرف، الفكر الذي ربما لا وجود له داخل المجتمع الجزائري. وعلى فكرة أن هؤلاء لو نشوفوا رأيهم فيما يقوم به عبد السميع يوسف ومن ذكرتهم، يرونهم بأنهم يعني ديمقراطيون، وأنهم يؤمنون بالعمل السياسي، وبأنهم يتماهون مع الأنظمة الديمقراطية، وهم معروفة المدرسة المتطرفة أو المدرسة التي تتبنى الفكر المتطرف والإقصائي، خاصة التي تنتمي إلى التيار أو مدرسة أهل الحديث المسمى بالتيار السلفي، لأن السلفية أصبحت سلفيات. فيه السلفية المدخلية، وفيه السلفية السرورية، وفيه السلفية العلمية، وفيه السلفية الحركية، وفيه السلفية بين قوسين التي تريد أن تسمى بالجهادية وهكذا. أنا علاش نتكلم هذا الموضوع؟ لأنه الموضوع عندما يناقش لا يناقش بطريقة اعتباطية أو عباطية. الذين ينشرون ويتكلمون بدون أدلة وبدون تحقق من المعلومات ومن خلفية الأشخاص ثم يطلقون الأحكام جزافا، هم في الحقيقة لا يمكن أن نبني عليهم أحكاما، ولا يمكن أن تبنى على تلك الأحكام أحكام قضائية أو إعلامية وهكذا. واليوم إذا شفنا
التيار المدخلي السلفي السلطوي هو في الحقيقة تيار تكفيري، تيار لا يؤمن بالعمل السياسي، تيار يبدع ويضلل ويخرج من الملة كل من لا يوافقه هواه. هم في الحقيقة عبارة عن دواعش لا يحملون سلاحا، حتى ولو يتماهون الآن مع السلطة ومع مخرجات السلطة، ولكن إذا كانت فيه تغيرات على المستوى الجيوسياسي، على المستوى الفكري، على المستوى المحلي أو الداخلي، ستلقاهم يعني يأتمرون بأوامر خارجية. والدليل ربما نشوفوا تيار المداخلة، أو بين قوسين وأراها تسمية يعني علمية وتسلمية، تنم عن هؤلاء ما يعرف بالمزابلة. نراهم ماذا فعلوا في ليبيا، وكيف وقفوا مع حفتر، وكيف ساهموا في قتل دعاة خيرين، وكيف ساهموا في يساهمون في تقتيل وقتل الناس داخل المجتمعات المسلمة وهكذا. فقلت أن هذا التيار في الحقيقة ستجده يعمل على التقسيم وعلى التفريق، على التهريج الفكري، كذلك على ما يسمى بالتوحش داخل مفهوم الدولة. فلهذا نقول هم عبارة عن دواعش لا يمتلكون ولا يحملون سلاحا. فاليوم عندما نشوف تيار السلفي السلطوي المدخلي أو المزبلي يتهجم على عبد السميع يوسف وأبو إسلام منير وعلى الكثير من الإخوة، في الحقيقة هو لا يتهجم عليهم لأنهم لا ينتسبون إلى مدرسته أو لا، لأنهم يرى في هؤلاء أنهم مبتدعة وبأنهم على ضلال، وأن هؤلاء يجوز التنكيل بهم. كما عندما يعني تدور الدوائر غدا تقع أي متغيرات ستجدهم أول من سيكون يعني ضد المجتمع وضد الشعب وضد مفهوم الدولة وضد الوطن وهكذا. وإلا سنرى أن تفسيراتهم وكتبهم وأدبياتهم العلمية والفكرية لا علاقة لها لا بالجانب الفقهي ولا بالجانب العلمي ولا بالمفهوم القطري الوطني. والانتماء هو انتماء على ما قد يستورد من الخارج. والدليل اليوم نشوف أنه أيضا داخل البيت المدخلي في الجزائر كيف تقسم وكيف كان وكيف أصبح بعدما كان مع الشيخ فركوس والشيخ العيد الشريفي وعبد المالك رمضاني وعويسات وسنيقرة وبعض هذه المداخل الجدد هؤلاء الصغار، فكيف يفسقون ويقسمون وتخرج جماعة على جماعة وهذا ديدنهم. أما في التيار الصوفي القبوري الطرقي كذلك هو لا يختلف، اللهم اختلافهم فقط في مسألة التعبد ومسألة الروحانيات وهكذا. أما في المعاملة وفي اجتماعهم على التطبيل والتزمير للحاكم الأكبر فهم لا يختلفون. فوش حبيت نقول؟ أن السلطة الآن، مش نعود نرجع لحيثيات القضية، هو السلطة في الحقيقة أنها تقوم بهذا العمل بعد تفجيرات ليبيا التي كان عليها تعتيم إعلامي، والذي قام بهذه التفجيرات الآن عن قصد غير قصد، توظيف القضية غير توظيفها. لماذا في ذلك الوقت تحديدا؟ كانت كاينة فيه معلومات لماذا أجلت إلى تلك المرحلة، هذا موضوع آخر ويحتاج إلى تفكيك وحقائق حقيقية. ولكن الذي قام بهذه العملية هم معروفون في الوسط، ربما البوليدي معروفين بتطرفهم، معروفين بأنهم يرون في الغير أنهم ديمقراطيون وأنهم على ضلال وأنهم حزبيون وهكذا، وهم لا يختلفون. قلت على التيار المدخلي في هذه الأفكار، اللهم واحد يؤمن بالسلاح ولو لا توجد له قوة، والثاني يقول لا، أنه لكل مقام مقال. فأنا أفكك الحالة وأفكك الحقيقة التي أعلمها، وبحكم أنني طالب ودرست وأبحث وهكذا، فيعني أتكلم من داخل الفكر هؤلاء. فالآن عندما تعتقل الشيخ عبد السميع، وتعتقل أبو التاريخ أو حذيفة التاريخي، وتعتقل أبو إسلام منير، وتعتقل كل هؤلاء المواطنين ثم تنسبهم مباشرة لهذا التيار هذا ربما، أو تريد أن تخرج واحد الصورة أن ما قام وما كان سيكون له علاقة مباشرة بالفكر المتطرف والفكر الإرهابي، وأن هؤلاء الإسلاميين ربما يتشاركون في هذا الموضوع وهكذا. وإلا هكذا يعني الآن إذا فيه ناس ملايين أو مئات الآلاف، يعني نعتقلهم كلهم وندخلهم للسجن. أنا ما فهمتش كيف تسير هذه الدولة وكيف يسير الأمن.
يعني القضايا هذه الحساسة، لأنه أمننت العقل وأمننت النظام وأمننت العدالة وأمننت الأفكار، هذه ليست حلا. هذه في الحقيقة أنك تريد أن تجر الناس إلى الملعب الذي لا يعرفونه أولا. ثانيا تجر الناس إلى فكرة لا يقتنعون بها ولا يؤمنون بها وتريد أن تلصق التهمة بهم. ثالثا هو أنك تريد أن تبرر ربما للسلطة الأكبر منك، أو تبرر للداخل حتى تضيق الخناق وتغلق عليه، وكذلك للخارج على لأنه أحسن بزنس وأحسن حاجة تسوقها للخارج هو قضية الحرقة وقضية الإرهاب. هذه هي معروفة، لأنه الأنظمة الفاشلة اللي ما عندهاش تحديات كبيرة وما عندهاش رؤى كبيرة وما عندهاش مستقبل واعد وكبير وكذا، تقعد تتكلم على هذه الخيانة وعلى الوطن وعلى قضية الدين وعلى قضية التطرف والإرهاب وأنه الخطر القادم وهكذا. فاقد شيء لا يعطيه. فأنا ما عرفتش يعني وشنو هو الحيلة أو ما هي القضية بين أنك توظف مفهوم القضية تفجيرات البليدة واعتقال هؤلاء المواطنين وتبني عليهم أفكار معينة وتبني عليهم ربما توجه معين. ما عندوش يعني أي منطق، لا فكري ولا عقلي ولا أي حاجة. النقطة اللي ربما هي الأخيرة، أنهم لا يمكننا أن نتهم مثلا أمثال هؤلاء المعروفين بمواقفهم، المعروفين بفكرهم، المعروفين بطرحهم، الواضحين، يتكلموا في العلن، ما يتكلمون في الخفاء يتكلمونه في العلن، ما عندهمش حاجة ربما يخافون منها أو يهابونها. تجي أنت تعتقلهم وتحاول تسوقهم ربما أنهم عندهم علاقة بتفجيرات البليدة، وهذا خطير جدا، لأنه اليوم عندما واحد يولي عنده سلطة ما يتفاهمش مع واحد يروح يجيبه ويديره. وانا في هذا الباب ايضا ما نتكلمش على التيار العلماني المتوحش او هؤلاء، لانه هذو في الحقيقه اعطيهم متسع من الكلام وكذا، ولكن من يمسك لك سلطه القرار يصبح يسير الدوله بعقليه الفيسبوك والتيك توك والانستغرام وثقافه انا على بالي وهذو ما على بالهمش وهذو ما ودخلهم الحبس وخرجوهم وديروا لهم وما كاش مكان لهم. هذه لا هذه ثقافه واحد يحكم بقاله، يحكم اليمونطاسيون ولا يحكم كوفي شوب صغير، ماهيش ثقافه الدوله. ولهذا نخاطب العقول الكبيره والدوله ومن يصنع قراراتها. فنظن أنه عبد السميع يوسف وكل من ذكرت يجب أن تكون فيه مواجهة حقيقية، تكلم واضح وصريح حول أسباب إدخالهم للسجن، كذلك عدم تعتيم هذه القضية. ومرفوض جدا أنك تتهم أناس مباشرة وتريد أن تخرج واحد السيناريو على أن هؤلاء ربما عندهم فكر يتماهى والفكر المتطرف لكي تخدم أجندتك. والحقيقة أن التطرف الآن اللي يمارس على المستوى الأكبر، والتطرف اللي يمارس على مواقع التواصل الاجتماعي، والتطرف المدخلي، والتطرف العلمانوي أخطر بكثير من هؤلاء، وهم لا يختلفون. أنا عندما نشوف واحد متوحش يدعو إلى السجن والتقتيل والتدمير لا يختلف عن داعش، اللهم واحد فقط عنده السلاح والآخر لا. وهؤلاء لا يبنون وطنا بل يبنون ربما أفكار تريد أن يكون لها وطن. والسلام عليكم.